انت مش لوحدك، كلنا بعد اكلة العيد بنقع في نفس المشكلة والغلطة والحموضة والألم في البطن وارتجاع المريء وحرقان في الزور. الحموضة اللي مش بتخلي الواحد يعرف ينام ولا يتحرك. طب نعمل ايه بقى؟ اول حاجة لازم نفهم الحموضة دي ببساطة بتحصل لما الحمض بتاع المعدة بيطلع لفوق، خصوصا بعد الاكل التقيل او لما تاكل وتنام على طول. وعلشان كده لازم نبدأ نهدي جسمنا وعادتنا شوية، مش كل حاجة دوا دوا دوا. الحلول الطبيعية اللي فعلا بتجيب نتيجة: 1 كوباية زبادي. جرب تاكل علبة زبادي بعد الأكل، الزبادي بيهدي حمض المعدة وبيساعد على الهضم، كمان في بكتيريا نافعة بتظبط الجهاز الهضمي. رقم 2 الحلبة مش بس للمعدة، دي بتهدي الالتهابات وبتقلل الحموضة. ممكن تغلي شوية حلبة، طبعا تغسلها قبل ما تغليها كويس وتشربها وهي دافية، هتحس براحة فورية. رقم 3 البطاطس المهروسة. والله البطاطس المهروسة من أقوى الحاجات اللي بتخفف الحموضة، لأنها بتمتص الحمض الزايد من المعدة. جرب تاكل شوية من غير زبدة ولا دهون ولا زيت ولا ملح ولا أي حاجة. نصائح سريعة كده كمان: ما تاكلش وتنام على طول، استنى على الأقل ساعتين. ابعد عن الحاجات اللي بتهيج المعدة زي الشطة والمشروبات الغازية والقهوة بعد الأكل، أو على بطن فاضية، طبعا ديت بتأذي المعدة جدا. وبدل ما تاكل كمية كبيرة مرة واحدة، وزع أكلك على فترات. في خلاصة الكلام يا جماعة، الحموضة مش محتاجة دايما دواء، أوقات كتير بتحتاج بس شوية هدوء في الأكل وحلول طبيعية زي الزبادي والحلبة وبطاطس. جرب النصايح دي وابدأ العيد براحة بدل ما تبدأه بندم، وده هيبقى معاك على طول. ولو حسيت إن الحموضة مستمرة معاك لأيام أو بتزيد عن حدها، لازم تروح لدكتور، عشان دي ممكن تكون إشارة على حاجة أكبر زي مثلا ميكروب حلزون. لو الفيديو عجبك وفعلا استفدت، شاركه مع أي حد بتحبه، الدال على الخير كفاعله.